عندنا طبخة نقول إن شاء الله إنها تطلع فخمة. اليوم بنسوي سليق، والسليق يعتمد على الماء على الحليب، وبرضه يعتمد على الرز. عندنا رز أمريكي اللي هو أبو بنت، وعندنا رز مصري. تستخدم من نوع واحد عادي، يمديك تستخدم النوع المصري ويمديك تستخدم الأمريكي، بس الأفضل إنك تمكس بينه. وعندنا برضه أهم شيء، أهم مكون السمن البلدي. خلوكم معانا إن شاء الله وتستمتعوا. أول شيء ننزل الدجاج مغسل ومنظف جاهز، وعلى طول المويه. نطلع على النار ونخليه يغلي معانا، وبعدين نضيف المطيبات. بعد ما غلى معنا الدجاج ننزل عليه ملعقة سمن، وننزل عليه مطيبات اللي هو بصل، هيل، ورق غار، قرفة، ومستكة. المستكة تعطيك نكهة خرافية عطرية كذا. ونملح، وهذه بهارات مشكلة بيضاء، فلفل أسود. نقفل عليه خلاص. أول ما يصفر معنا البلف نحسب له 10 دقايق. بعد 10 دقايق نشيل الدجاج نطلعه برا. بعد دجاجنا بعد ما طلعنا برا عندنا هنا سمن، بندهنه بسمن. دحين بنتبله. عندنا هنا البابريكا الحمراء الباردة رشة، والبهارات المشكلة البيضاء. خلاص دحين ندخله القلاية الهواية يتحمر بس لمدة 5 دقايق على حسب. هذه المرق صفيناها من البصل والبهارات الصحيحة. دحين ننزل عليها الرز، هذا المصري وهذا الامريكي. خلاص يا اخوان دحين بنقفل عليه. في ناس يجلس تحرك لين ينهرس معها، بس ما يحتاج، القدر ما يقصر. نقفل عليه ويضغطه. نقفل اول ما يصفر معانا 15 دقيقة على نار شمع. وهذا شكله بعد ما فتحناه. دحين بنضيف حليب، نحرك. يبغى له حليب زيادة. طبعا في ناس تحط قشطة ولا حليب بودرة علشان يكون ثقيل زيادة. شوفوا الشكل بس. نقول بسم الله وننزل. نزيد عليه شوية سمن يعطيك نكهة. والله روح الحمد لله. وهي طرف من طرف. هذا دجاجنا بعد ما حمرنا. وهذه النتيجة النهائية. بسم الله ما شاء الله. اذكروا الله يا اخوان وصلوا على النبي. نقول بسم الله ونجرب. طبعا هذه سلطة حارة معجون الوالدة.